يا أهلا يا أهلا، وحلقة جديدة وبودكاست حياة بدون ألم. أظن حفظنا شعارنا مع النحو حياة أفضل وصحة أفضل، وده لازم يبقى هدفنا كلنا، وعارفين إن الصحة أمانة، وحسينا كلنا بقيمة الصحة أيام كورونا لما فيروس خلانا فعلا حسينا بنعمة الصحة، نعمة الشم، نعمة التذوق، نعمة كل حاجة في جسمنا كانت تعبانة من مجرد فيروس. قدرنا فعلا نحس قد ايه احنا في نعمة كبيرة، نحتاج ان احنا نشكر ربنا عليها كل يوم. حلقة النهاردة بقى حلقة مهمة جدا تهم الستات والرجالة، وكالعادة وربنا ما يقطع لناش عادة، معانا أستاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري أول علاج الألم. وهنتكلم عن إيه؟ عن القدم السكري. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. القدم السكري مشكلة كبيرة بتقابل فئات عمرية كتير، ما بقاش بس الكبار. عايزة أعرف أو الناس تعرف إيه أعراضها وعبارة عن إيه، وإزاي نقدر إن إحنا نعالجها مع حضرتك. القدم السكري بتيجي لمرضى السكر اللي بقاله فترة طويلة عنده السكر. الناس فاكرة ان هو عدم تظبيط السكر هو السبب بتاع القدم السكري، لا، هو المدة بتاعت فترة السكر هو دي اللي بتعمل قدم السكري. ليه؟ لان كل ما الفترة تزيد كل ما يقدر يبدأ الأعصاب الطرفية بيحصل فيها زي اسكيميا، الدم اللي رايح لها قليل، تبدأ الأعصاب نفسها تلتهب، يبدأ المريض يحس بتنميل وكهرباء في أطرافه، بتبقى دايما في الإيد وفي الرجل. بعد كده الدم اللي رايح قليل بيبدأ المريض يفقد الإحساس بيها، بيحس بألم شديد فيها. بعد كده بيبدأ يحصل تقرحات، المريض ممكن يتجرح فيها ما يحسش بحاجة، القرحة تبدأ تزيد. الهيلينج اللي هو الالتئام بتاع الجرح بياخد وقت كبير وممكن ما يحصلش. فكل ده بيبقى عند المريض بيجي عنده مشكلة في الأعصاب، مش حاسس برجله أو حاسس بألم شديد في رجله، في تقرحات في رجله. طيب إحنا في علاج الألم بنعمل إيه؟ إحنا في علاج الألم بندي حاجات تزود الدم اللي رايح للأطراف، فبتحسن الأعصاب الطرفية بتاعة المريض، تحسن الإحساس بالأطراف، تقلل الإحساس بالألم، تزود الإحساس بالالتئام أو تزود سرعة الالتئام. فإحنا بنعالج 3 حاجات: بنعالج الوجع اللي في القدم وفي الإيد، بنعالج ان الدم رايح قليل فبنزود الدم، بنعالج الالتئام فبيحصل التئام، وفي نفس الوقت المريض بيبدأ يحس برجله وبيبدأ يحس بإيده فما بيتجرحش بسهولة، أو لو الجرح يحس بيها فيبدأ إن هو يحافظ على رجله أو يحافظ على إيده، ما يحصلوش قرح وما يحصلوش مشاكل كتير. ودي حقيقة حاجة كويسة جدا، وبنقدر نعملها عن طريق حقنات معينة، بنعمل مرة أو مرتين في الاسبوع. ممكن ما بيتعارضش مع دواء السكر خالص. سواء نوع اول نوع تاني انسولين، كل الكلام ده مفيش تعارض خالص، ده حاجه موضعيه بنحقنها حوالين الاعصاب الطرفيه، بتتكرر مره مثلا في الاسبوع او مره في الشهر حسب الحاله وحسب نسبه ارتفاع السكر وحسب المريض بقاله فتره قد ايه عنده السكر. وحقيقة بتجيب نتائج كويسة جدا، والنتائج بتاعتها هايلة جدا، وبنعملها في العيادة. دي حاجة بسيطة جدا، مش محتاجة ان المريض يخش المستشفى او يدفع مصاريف كتير او كده. حضرتك قلت في الأول إن هو مش مرتبط بمرض السكر أو مش مرتبط بعدم انتظام السكر. بالظبط. يعني لو العيان يعني ما بيفرقش إذا كان السكر بتاعه عالي أو واطي. لا، هو بيحصل اكتر مع اللي بقالهم فتره طويله عندهم سكر. لكن هو لو السكر مش متظبط طبعا المريض الالتئام بتاع الجرح بيبقى بطيء جدا جدا، في حاجات تانية بيأثر عليها، بيأثر على العين، بيأثر على اعراض تانية. لكن هو كألم نفسه بيفرق في المده بتاعت مرض السكر اكتر منه من السكر متظبط او لا. لان بيجي لنا دايما كتير عيانين يقول انا مظبط السكر دلوقتي، ازاي يحصل لي المشكله دي؟ بتحصل بالظبط. لا، هو انت بقالك فتره طويله، انت بقالك مثلا 10 سنين عندك السكر، فالاعصاب عبال لما بتاثرت بتاخد فتره طويله جدا. هي خطورتها يمكن زي ما حضرتك قلت ان مريض السكر ما بيحسش بالاطراف، فلما بيتجرح يخبط في حاجه تدخل في رجله فممكن ما بيحسش بيها، وتلاقي الحاله اتطورت فعلا بسرعه. هي دي خطورتها برضو. بالظبط. وغير كده كمان المريض بيحس بألم شديد في الأطراف. يعني أنا كان في حد عندي دكتور كان بيشتغل بإيده وكان حاسس بألم شديد جدا، قال لي أنا ما بنامش. مجرد إن إحنا حققنا له يمكن مرتين بين المرة والمرة شهر، يعني فرقت معاه كتير جدا. ايه الحاجات اللي بتزود القدم السكري؟ يعني في ناس تقول التدخين، اللايف ستايل الغلط، شرب كحوليات، اي حاجه مثلا من الحاجات دي. طبعا الكحوليات والتدخين بتقلل الدم اللي راح للاطراف، فبتزود القدم السكري. الوزن الزياده بيزود القدم السكري. اللايف ستايل، طريقه الاكل نفسه، الاكل غير صحي طبعا
بيزود الدهون في الجسم، وبيزود انسداد الشرايين، وبيزود ان الدم اللي رايح للاطراف تبقى قليله جدا. طب العلاج الدوائي هل هيساعد؟ يعني العلاج الدوائي مثلا الحاجات اللي بتتاخد الفيتامين بيز مثلا الحاجات اللي هي بتتاخد عشان تزود الدم، تدفق الدم للاعصاب الطرفيه، ممكن تبقى علاج برضو هي علاج ولا ممكن بيبقوا مع بعض مع الحقن؟ هي علاج، واحنا قبل كده كنا ماشيين على العلاج ده. بس كان بياخد فتره طويله عبال لما يبدا يشتغل. يعني المريض دايما عبال لما يبدا يتحسن بيبقى عدى شهور عبال لما يبدا العلاج الدوائي يجيب نتيجه. لكن الحقن عن طريق جذور الاعصاب او عن طريق الاعصاب الطرفيه ده بيزود في ساعتها على طول الدم اللي رايح للاطراف، وبيقلل الالم بطريقه كويسه جدا، وبيزود الالتئام بتاع الجرح بطريقه كبيره جدا. فرق كبير جدا في الاستاتستيك. لما حسبنا فلقينا في فرق كبير جدا في الاستاتستيك عن العيان اللي حقن من العيان اللي ما حقنش في الالتئام بتاع الجروح. طيب الستات والرجاله يعني بيفرق من راجل لست ولا لا عادي هو نفس العلاج؟ ومين اكتر؟ هو الستات طبعا اكتر. هو كل ما اسال حضرتك على حاجه تقول لي الستات اكتر، ليه طيب كده؟ يعني الام الايدين الستات اكتر، فايبروميالجيا الستات اكتر، حتى في القدم السكري الستات اكتر. لان الستات الحركه عندهم اقل، فالدم لما بيتنقل للاطراف احنا الحركه عندنا اقل يا دكتور. انت الحركه عندكم داخل البيت كتير، بس الحركه ان انت بتخرجي وبتشتغلي وبتروحي وتيجي كده دي قليله. فده الدم بيبقى قليل ان هو يتحرك في الجسم. تمام. طيب الى اي مدى الحقن، طرق الحقن طبعا اللي احنا هنعرفها بالتفصيل بعد كده مع حضرتك، تعتبر علاج جذري للقدم السكري؟ ما هو لا، احنا النسبة عندنا عالية جدا. احنا النسبة عندنا من 60 ل 80% من سرعة التحسن بتبقى مع الحقن. ودي ملهاش عمليات، يعني مفيش عملية بتزود الدم اللي رايح للأطراف. فاحنا عندنا أولا الحقن ده آمن، سريع جدا في الإفكت بتاعه، وبيجيب نتائج كويسة جدا. من كام جلسة؟ من أول جلسة المريض بيبدأ يتحسن. من اول جلسه المريض بيتحسن، بس احنا بنحتاج كذا جلسه، يعني بنحتاج مع علاج السكر ما بيوقفش طبعا عشان بس انا دايما بحب اكد للناس يا جماعه العلاج الدوائي ما بنوقفوش، احنا بنتعامل مع العلاج الدوائي. اي مريض بيجي لنا ماشي على ادويه معينه احنا ما بنوقفهاش. احنا العلاج التداخلي حاجه معينه للاعصاب وللاطراف وللوجع اللي موجود عند المريض، لا بيأثر على علاج السكر ولا علاج الضغط ولا علاج القلب لو المريض بياخد يعني علاج للقلب، وبيستمر الاثنين مع بعض وما بيتعارضوش، وما بنوقفلوش اي حاجه من العلاجات اللي هو ماشي عليها. في تشابه بين اعراض القدم السكري لعيان السكر وتبقى في اعراض مشابهه ليها بس ما يبقاش عنده سكر؟ في يعني ممكن عيان يجي لك بالاعراض دي وهو مش عيان سكر؟ بس بتبقى الاعراض مش في القدم والايد. بتبقى الاعراض مثلا واخده الرجل كلها، مثلا في بعض العيانين اللي هو الدم اللي رايح في للاطراف بتبقى قليله. يعني عندنا عيانين رينولدز ديزيز ده الدم اللي رايح للاطراف بيبقى قليل، بس ما بقاش في القدم بس، بيبقى في القدم وفي الساق، وممكن تبقى للفخذ من فوق. تمام. وده برضو بنحقنه على فكره، بنحقنه حاجات معينه، بنعمل له حاجه اسمها سمباثيك بلوك، بنحقن العصب السمبثاوي عشان نزود الدم اللي رايح للاطراف. دكتور حضرتك عندك حل لكل حاجه، يعني انا كل ما اقول لك حاجه تقولي لا احنا بنقدر عليها بفضل الله، احنا بنقدر ان احنا فعلا نعالجها. والله هي التكنولوجيا الحديثه عن طريق السونار وعن طريق الاشعه التداخليه سهلت لنا امور كتير جدا احنا ما كناش بنبقى شايفينها زمان. يعني احنا العصب السمبثاوي كان زمان عشان تعالجيه ده لازم عمليه، ولازم يخش العمليات ونفتح وعمليه كبيره مش عمليه صغيره، ده فيها فتح بطن وبنوصل للعصب السمبثاوي. دلوقتي بالاشعه بتشوفي العصب وتخشي تحقني حاجه حواليه تزود الدم اللي رايح له وتزود الدم، ومانوفر بسيط ومانوفر بسيط جدا. كان يعني الرينولدز ديزيز ده كان البديل لها كان البتر، عمليه البتر. فاحنا دلوقتي لا، في بديل دلوقتي ان احنا عن طريق حقن ممكن، وحتى لو قلنا نسبه 50 او 60% من الحالات بتتحسن، فانت حميتي بفضل الله 50% من الحالات انهم يتعمل لهم بتر. بيرجع حاجه كويسه، بيرجع بعد 6 شهور. فبنحتاج حقن تاني بعد 6 شهور. تمام. لان ده مرض في الاوعيه الدمويه، فهو المرض نفسه موجود، احنا بنوسعها شويه بدل عشان بعد كده ما يحتاجش البتر، لان البديل زي ما قلنا حاجه مش كويسه. بنوسعها شويه، يعني علاج الالم والعلاجات التداخليه ليها دور في جلطات الاطراف اللي هي جلطه القدم او كده، ليها دور؟ لا، احنا لحد دلوقتي لسه ما وصلناش لان احنا يبقى لنا دور في الجلطات اللي هي في الشرايين. لكن في التقلصات في الاوعيه الدمويه بندي حاجات توسع الاوعيه الدمويه عشان نزود الدم اللي رايح للاطراف. لكن ما وصلناش لدرجه، بس ان شاء الله ممكن أكيد في المستقبل لا ان شاء الله باذن يبقى الله في حاجه ان شاء الله تساعدنا ان شاء الله. طيب عيان السكر اللي للاسف جه في حاله متاخره اكتر، والموضوع وصل انه الجرح وما حسش وحصل التهاب وحصل عدوى وعمل بتر، هنعمل ايه معاه؟
دي حالات كتيرة للأسف مش قليلة. في بعضهم بيخش في حاجه اسمها الفانتوم ليمب او القدم الشبحي، الالام الشبحيه. وده المريض بيجي في فتره معينه بيحس بان العضو ده موجود لسه وبيطلع الم زي زمان، زي كأن الرجل لسه موجودة في مكانها وبيطلع ألم، والمريض بيحس بألم مبرحة في قدمه مع إن هو شايل القدم. بس دي حاجة اسمها الآلام الشبحية، دي برضو بنعمل لها حقن العصب السمبثاوي عشان يقلل الإحساس، بس دي بتحتاج أكتر من حقنة، مش حقنة واحدة، يعني بنحتاج متوسط من 4 ل 7 حقنات بين الحقنة والحقنة 2 أو 3 عشان المخ يبدأ يفقد الإحساس بالألم في المنطقة دي. هو المخ متبرمج كأنه كمبيوتر متبرمج على ان في آلام بتطلع من المنطقة دي. فاحنا بندي حقن العصب السمبثاوي عشان خاطر المخ ما يحسش بالآلام اللي طالعه من المنطقة دي. ده معناه ان ممكن علاج الألم يبقى يستخدم في العلاجات النفسية؟ في العلاجات النفسية يعني اللي هي بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده، هو بيخيل ليه او بيتهيأ له، وفعلا في بتبقى في مستقبلات عصبيه والكلام ده كله، لكن اكشولي هو ما فيش حاجه عضويه. هو مش علاج نفسي، هو علاج عصبي. بالظبط. هو بيبقى علاج عصبي عشان خاطر الاعصاب اللي بتغذي المنطقه دي فقدت خلاص ان مفيش يعني منبهات للالم بتطلع. بس هي لسه الاعصاب عماله بتطلع افرازات بتقول للمخ ان في لسه الم. طيب انا عايزه حضرتك كده نقول روشته علاج او روشته نصايح لمريض السكر علشان نتلافى حدوث القدم السكري، ولو لا قدر الله حصل نقدر نعمل ايه من خلال حضرتك في علاج الألم. عشان نتلافى القدم السكري لازم نبقى حاسين بالاطراف بتاعتنا، ما احسش بألم فيها، ابقى حاسس بيها. لو لمست ايدي او لمست رجلي ابقى حاسس بيها، لان انا لو مش حاسس بيها مجرد لو الجزمه يعني ضيقه شويه ممكن اتجرح. دخل في رجلي حاجه ما حسيتش بيها بالظبط. وانا دي اول حاجه. تاني حاجه لازم اكون لابس شوز على طول، ما ينفعش ان انا امشي حافي لان انا لو اتعورت مش هحس. فلازم اعمل كده. مجرد ان انا افقد الاحساس برجلي او افقد الاحساس في ايدي ببدا الجا للحقن عشان ارجع الاحساس تاني للمنطقه دي، بحيث ان انا لو لا قدر الله اتجرحت جرح بسيط اقدر اطهر الجرح ده، اقدر اخد مضاد حيوي عشان ما يحصلش التهاب، فما يتفاقمش الموضوع ويحصل بقى جروح ويحصل قرح ويحصل بعد كده تقدمات في المنطقه دي. يعني المضاعفات بتاعتها مش حلوه. موضوع القدم السكري هو موضوع خطير جدا، لان كان فعلا للاسف مريض السكر كان بيوصل لمرحله زي ما قلت كده ان ممكن يوصل لبتر نتيجه ان هو ما اخدش الاجراءات اللي قال عليها استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف من الاول. كان بيفقد الاحساس وممكن يتجرح، ممكن يدخل في رجله حاجه، يحصل عدوى من غير ما يبقى هو اخد باله، والامور تتطور للأسوأ من غير ما هو يبقى عارف، فيوصل لمرحله غرغرينه بقى او للاسف حاجات اكتر من كده ويحصل بتر. لكن مع علاج الألم زي ما انتم شايفين والتطور اللي بيحصل كل يوم، وجود دكتور من امهر الاطباء في مجال علاج الألم زي الاستاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، شفنا ان علاج القدم السكري سهل وبسيط، ونقدر ان احنا نتلافى بالمخاطر اللي بتنتج عنها. ميرسي دكتور عمرو، شرفتني ونورتني، وفعلا كانت حلقة مفيدة جدا لان اغلب عيانين السكر بيعانوا من الموضوع ده. ان شاء الله استنونا حلقة جديدة في بودكاست حياة بدون ألم.